بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي كلامنا في المحاضرة التعريفية الخاصة بالمنصة بتاعتنا، ألا وهي شيفت زيرو. ولكن قبل ما نتكلم هي بتعمل إيه، خليني أسألكم سؤال بسيط: كم واحد فينا ذاكر كورسات كتيرة، حل لابس كتيرة، شاف فيديوز مثلا تتخطى ال 60 70 ساعة، ولكن أول ما بيتحط قدام ريال سيناريو أو موقف حقيقي أو انسيدنت حقيقية، بيحس ان هو مش عارف يبدأ منين؟ ما تقلقش، هو ده طبيعي، لان اغلب طرق التعلم التقليدية هي بتعلمك المعلومة ولكن مش دايما بتعلمك طريقة التفكير نفسها. ومن هنا جت فكرة منصة شيفت زيرو. تقدر تقول كده ايه، دي الحفيد بتاع نيت رايدرز اكاديمي. نيت رايدرز احنا بنقدم عليها الكورسات الرسمية بكل تفاصيلها. عشان كده عملنا شيفت زيرو. شيفت زيرو تقدر تقول عليها هي ايه، هي المكمل لنت رايدرز، بحيث يكون معاك كل حاجه بنسبه 100%. يعني تقدر تقول كده على شيفت زيرو ان هي مش مجرد منصه كورسات او كويزات مثلا او اسئله، لا، هي محاوله ان هي بتعيشك التجربه كامله بتاعه الشغل الحقيقي. يعني اكنك انت كسوك اناليست قاعد مثلا جوه غرفه السوك اللي هي السكيورتي اوبريشن سنتر، وشايف كل حاجه بالتفصيل قبل ما تبدا اول وظيفه ليك. يعني بدل ما تدخل مثلا تحل سؤال MCQ او مثلا لاب او كده، لا، انت بتدخل هنا حاجه اسمها ورديات عمل، وبتبتدي ان انت ايه، بتستلم تيكتس. التيكتس دي زي اللي بتحصل بالظبط جوه الشركات. يعني مثلا بيجي لك تيكت يقول لك والله ان في حساب ادمن ما فيهوش مثلا MFA او مالتي فاكتور اوثنتيكيشن. المطلوب منك ان انت هنا مش تحفظ التعريف بتاع MFA، لا، المطلوب منك هنا ان انت بتراجع الادله، تفهم الحجم بتاع الخطر اللي انت فيه، تاخد قرارات، تكتب الملاحظات بتاعتك تبرر بيها قرارك. وبعد ما تخلص بيوصلك ريفيو. الريفيو ده بيشرح لك طريقة تفكيرك كانت صح فين وكانت غلط فين، وايه هي مثلا التحسينات اللي انت ممكن تعملها عشان تقدر تحقق اكبر قدر من الاستفادة. وده اهم جزء في الفكرة. المنصة مش مركزة على الاجابة النهائية بس، لا، هي مركزة على ازاي انت وصلت للاجابة. فهمتني؟ مش مجرد مثلا انت هتصمت الاجابة وترجع لك وخلاص، لا، الموضوع هنا معتمد على ان احنا بنطور المينتاليتي بتاعتك. وده بالمناسبه ده اللي بيحصل جوه طبيعه الشغل الحقيقيه في امن المعلومات تحديدا. انت دلوقتي لو انت مثلا شغال في قطاعات البانكينج سيكتور، ومثلا جوه غرفه السوك، جوه غرفه السوك احنا هنعيشك التجربه دي، ولكن عندنا هنا في شيفت زيرو. طيب، المنصه هنا بتشتغل ازاي؟ التجربه عندك هنا هي عباره عن ورك فلو بسيط واضح. اول خطوه انت بتعمل اكونت، الاكونت ده بتعمله، بعد كده بتبتدي تعمل عمليه اللوجن، وبتبتدي ان انت تختار التخصص بتاعك. لو جيت هنا مثلا هتلاقي هنا في زي صفحه كده، هنا بيقول لك ازاي الشيفت زيرو بتشتغل، كل التفاصيل بتاعتها. يعني هو عباره عن ورك فلو. هتلاقي هنا برضو عندك هنا الخطط، هتلاقي عندك هنا طبعا الفري والبرو. هنا دي النسخة المجانية، النسخة البرو دي لسه ان بروجريس. وهتلاقي هنا عندك التخصصات، هتلاقي بقى عندك تخصصات مثلا في السوك، في البنتريشن تيستنج، في الGRC، في الكلاود سيكيورتي، الانسنت ريسبونس، المالوير اناليسيز. كل تخصص بيكون ليه روم خاصة بيه. بعد كده بتستلم التيكتس. التيكتس دي او التذكره دي بتكون عباره عن مثلا سيناريو او موقف او مشكله او اليرت محتاج منك تحليل، وبعدها بتراجع الادله. الادله دي مثلا ممكن تكون لوجز، سكرين شوت، كونفيجريشنز مثلا، انديكيتورز مثلا، او معلومات ناقصه محتاجه منك تفكير وتربطها ببعضها. وبعد كده بتاخد القرار، هل مثلا الكيس اللي انت فيها دي هاي ريسك، هل مثلا محتاجه اسكليشن. يعني انت مثلا لو انت سوك اناليست، هل محتاج تعمل لها اسكليشن ل L2، هل دي مثلا فولس بوزيتيف، طب هل دي مثلا ميس كونفيجريشنز. وبعد ما تخلص التيكت بتاعتك بتكتب نوتس تشرح فيها الريزونينج او السبب بتاعك انت. وفي الاخر هيوصلك المراجعه بتاعتنا توضح لك هل قرارك ده منطقي، هل الادله اللي انت اعتمدت عليها دي كافيه ولا لا، هل طريقه التفكير دي احترافيه ولا محتاجه ان انت تطورها. يعني المنصه هنا هي بتحاول تبني عندك العقليه نفسها، مش مجرد ان انت ايه 1 2 3 تصمت وخلاص. كمان برضو من الحاجات الجميله اللي احنا عاملينها هنا في شيفت زيرو، الا وهي ان هي متقسمه لمستويات. يعني حتى لو انت شخص مبتدئ تقدر تبدا من الاساسيات، ومع الوقت التيكتس او التذاكر هنا بتكون اصعب واقرب للواقع الحقيقي. وفي كمان جزء اسمه الاناليست ليدر بورد، وده هنا بيوضح لك، ده هنا بيخليك تتابع الاداء بتاعك مقارنه بباقي المتدربين. لو انت لقيت هنا على لوحه المحللين مثلا يقول لك هنا تابع ادائك اهوت، بتشوف بقى الناس اللي هم مثلا واخدين رانك عالي، وده بيخليك تتابع الاداء بتاعك مقارنه بباقي المتدربين من حيث بقى الدقه،
عدد الورديات، التحسن اللي انت فيه، جودة القرارات بتاعتك، وكل ده بيتم بشكل سكيور من غير ما يتم عرض اي بيانات خاصة بيك انت. هو البروجرس بتاعك بس اللي بيتم، لا اكتر ولا اقل. وده بيدي لك، يعني احنا عاملينها لان ده بيدي لك احساس بالمنافسة والتطور المستمر، بحيث ان الموضوع يكون باشون اكتر او شغف اكتر في ان انت يعني يكون عندك ايه الدافع اللي يخليك تكمل. طيب هل المنصة هنا مجانية؟ احنا هنا في الخطة الفري تقدر تبدأ بيها وتدخل على التيكتس المتاحة وتجرب الفكرة كاملة، مفيش اي مشكلة. وفي خطة برو برضو هتنزل بعد كده، هيكون فيها طبعا فيتشرز اعمق، زي مثلا رومز او غرف بتاعت انفستيجيشن ادفانسد، هتلاقي في عندك الايفيدنس بوردر، هتلاقي عندك كمان يعني ايه المرجعات هتكون احسن، التحليل هيكون اعمق للكيسز. الحاجة بس الوحيدة اللي احنا كنا مركزين عليها فعلا في شيفت زيرو ان هي بتحاول تكفل الفجوة اللي بتكون ما بين التعلم والشغل الحقيقي، الشغل اللي هو الرياليستيك الواقعي، لان كتير جدا بيتعلم التولز والتقنيات وكل الكلام ده، ولكن اول ما يشتغل على تيكت حقيقيه يتوتر. ليه؟ هو ما تعودش على طريقه التفكير واتخاذ القرارات، ما تعودش ان هو يتحط تحت ضغط مثلا. فاز جنرال المنصه هنا بتحاول تدي لك الاحساس ده بدري، يعني قبل ما تشتغل، بحيث نكسر الفجوه اللي هتكون او نكسر الرهبه اللي هتكون موجوده عندك في اول شغل ليك. وفي النهايه هي شيفت زيرو مش بديل عن التعلم، لا، هي مكان تطبق فيه اللي انت اتعلمته جوه سيناريوهات هي شبيهه بالواقع، وده اللي بيخلي التجربه فعلا مختلفه. بعد انت هنا لما بتسجل دخولك على شيفت زيرو بتبدا بقى تدخل على الورك سبيس او المساحات بتاعه العمل بتاعتك. مساحه العمل دي تعتبر المركز التحكم الرئيسي لاي متدرب جوه المنصه. اول حاجه بتظهر لك هنا اخر غرفه انت كنت شغال عليها، لو انت لقيت هنا مثلا على، هتلاقي هنا الغرف على حسب الدور الوظيفي بتاعك، وتقدر برضو من الجزء ده توصل بقى لكل حاجه، التخصصات، المسار التدريبي، الغرف اللي بتكون موجهه، سجل الورديات بتاعك، اللوحه بتاعه المحللين. يعني المنصه هنا مش مجرد مكان تحل فيه تيكت وتمشي، لا، هي بتبني رحله تدريب كامله متكامله. طيب خلينا مثلا ناخد مثال. ماشي، لو جينا مثلا هنا على التقدم في اختبار الاختراق، ده هنا الاختبار الاختراق، الحوكمه والمخاطر والانتشال اللي هو الجي ار سي، امن الشبكات، البحث الاستباقي او الثريت هانتنج او الثريت انتليجنس، المالوير اناليسيز، مراكز العمليات الامنيه، الكلاود، الاي ار او الانسنت ريسبوند، الديتا فرونسكس او الناس بتوع الادله الجنائيه الرقميه، كل الكلام ده. انا دلوقتي هنا خلينا مثلا لو جيت هنا على التخصصات، عندك هنا التخصص مثلا بتاع اختبار الاختراق، ده اللي انا مهتم بيه. انا هنا مثلا حليت 5. لو جينا مثلا هنا على ادخل الغرفه، هتلاقي هنا دي كلها عباره عن تيكتس او كلها سيناريوهات واقعيه خاصه بالبنتريشن تيستنج او اختبار الاختراق. هتلاقي مثلا هنا في بعض الاسئله، لو جينا مثلا على سؤال زي ده هتلاقيه هنا هو مش هيقول لك مثلا حل سؤال عن الاوثنتيكيشن باي باس، لا، ده هو بيدي لك ان في هنا اليرت، هنا تجاوز مصادقه مشتبه به في لوحه التحكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو هنا مركز لك على الثغرات او الكومن فولنربيلتيز بتاعه الويب ابلكيشنز، زي بقى الاكس اس اس، السيكوال انجكشن، الاواسب توب 10، كل الكلام ده. طب بيقول لك هنا ايه؟ ان تم رصد محاوله وصول ان اوثرايزد، يعني غير مصرح بها، الى لوحه التحكم باستخدام مثلا انبوتس او مدخلات غير قياسيه في المكان بتاع اسم اليوزر. يعني ده بيهنت ليك ان في حد بيحاول يعمل عمليه اوثنتيكيشن باي باس، يعني بيبايباس الاوثنتيكيشن ميكانيزم. فانت هنا بحط لك سيناريو حقيقي، في اليرت، في كونتكست، في وقت متوقع للحل، وكمان انت بيكون عندك في قرار لازم يتاخد، وده بيخليك تفكر يعني ايه كبنتريشن تيستر او كسكيورتي اناليست. فهمتني؟ انت مش طالب مثلا داخل تحل وخلاص، اللي هو ايه داخل تحل كويز وخلاص. هتلاقي كمان عندك هنا كل ورديه بيكون ليها مستوى، يعني مثلا في مستوى صعوبه، في وقت متوقع، في كمان تقييم لطريقه تفكيرك. فالموضوع مش معتمد على صح وغلط، لا، معتمد على هل تحليلك ده منطقي، هل خطواتك دي منظمه، هل اختيارك ده سكيور وإيتيكال، يعني آمن وأخلاقي، وهل أنت فهمت الكونتكست نفسه ولا لا. ومن الحاجات المهمة برضو ألا وهي الغرف اللي بتكون موجهة. يعني إيه الغرف الموجهة؟ دي بتكون معمولة للناس اللي لسه بتبدأ، يعني أنت قبل ما تدخل على التيكت العملية المنصة بتدي لك شرح موجه يفهمك طبيعة السيناريو، طريقة التفكير، الأساسيات المطلوبة. في جزء مهم كمان برضو ألا وهو السجل بتاع الورديات، ده المكان برضو اللي أنت بتقدر تشوف منه كل المحاولات السابقة. هنا بيقول لك ورديات جاريه اهوت، هتلاقي برضه عندك التقييمات، نقط القوه، مستوى التحسن مع الوقت، وده بيدي لك زي ايه يعني احساس فعلي بالتطور. وفي برضه عندك اللوحه بتاعه المحللين، لو احنا جينا نرجع ورا كده، نيجي هنا على شيفت زيرو مثلا، لوحه المحللين دي هنا تقدر تشوف ترتيبك مقارنه بباقي الناس. ماشي، هتلاقي هنا لو عملت عرض لوحه المحللين،
هتلاقي مثلا هنا التوب 1 باشمهندس احمد سلطان، بعد كده فهد الحربي، بعد كده فرح، بعد كده عمر، بعد كده نال بايت، ده عمار جوخيدار، هتلاقي بعد كده عمرو عبد الحميد اللي هو انا، وهكذا. ماشي، فانت هنا بتشوف عدد النقط بتاعت كل متسابق او كل واحد من دول، تبتدي تشوف تفاصيله وتشوف البروجرس بتاعك مقارنه بباقي الناس دي. برضو من ضمن الحاجات الجميله اللي احنا عملناها هنا الا وهي السينيور ريفيو. يعني ايه السينيور ريفيو؟ السينيور ريفيو هنا مش مجرد سكور، لا، انت هنا بيكون في عندك سينيور. السينيور ده هو اللي بيريفيو الايه، بيسبمت الاجابات بتاعتك او بيريفيو الاجابات بتاعتك انت. يعني ايه مثلا؟ دلوقتي السينيور مثلا ممكن يقول لك والله ان اختيار الساند بوكس او الديف للبن تيستنج او للاختبار ده كان قرار ممتاز اخلاقيا وتقنيا. وده شيء مهم، لان هنا احنا قلت لك مش بنعلمك الاتاك بس، لا، احنا هنا بنعلمك التفكير المهني، اخلاقيات البن تيستنج او اخلاقيات الشغل اللي انت فيه، إدارة المخاطر، وتتخذ القرار الصح جوه بيئة العمل في أقل وقت ممكن. لأن أنت جوه بيئة العمل أنت تحت ضغط دايما ومحتاج تاخد قرارات، ومفيش احتمالية ما ينفعش إن أنت تاخد قرارات غلط. فأنت هنا بتتدرب على طبيعة الشغل تحت الضغط وإزاي تاخد القرار المناسب في الوقت المناسب. خلينا بقى نيجي هنا مثلا على جزء زي المسار التدريبي ده. المسار التدريبي ده واحد برضو من أهم أجزاء شيفت زيرو. ليه؟ ده واحد، بص، دي واحده من اكبر المشاكل اللي اي شخص بيبدا في امن المعلومات او في السايبر سيكيورتي بيقابلها، الا وهي ايه؟ انا هبدا منين؟ طب انا هختار التخصص ازاي؟ طب همشي بترتيب ايه بالظبط؟ فهنا المنصه بتحاول تحل لك المشكله دي بشكل عملي جدا، بدل ما انت كيوزر تضيع مثلا او تبتدي تتوه مثلا بين الرود مابس العشوائيه، الكورسات، الفيديوز، كل الكلام ده. لا، شيفت زيرو هنا بتخليك تحدد الهدف بتاعك مره واحده، وبعدها المنصه بتدي لك زي تريننج باس او مسار تدريبي مناسب. يعني بدل ما تتعلم بشكل عشوائي، لا، انت هنا بيكون عندك اتجاه واضح وخطوات تدريجيه بتكون واضحه. فالمنصه هنا بتقسم الناس لثلاث حالات اساسيه. اول حاله، انا لسه مش عارف اي حاجه خالص، يعني ما عنديش اي نوليدج، ما عنديش اي ريكوايرمنت، وده شيء طبيعي على فكره خصوصا للمبتدئين. ففي الحاله دي المنصه بتعمل لك زي اسسمنت او استبيان بسيطه. الاستبيان ده من خلاله بتبتدي تتعرف على نفسك اكتر. يعني بتشوف بقى مثلا تخصصات زي السوك، البن تيستنج، الجي ار سي، الكلاود، الانسنت ريسبوند وغيرهم، بحيث اليوزر، انت كيوزر او كطالب، تبتدي تجرب بنفسك كل الكلام ده وتستكشف المجال اللي انت مرتاح فيه. وده مهم لان ناس كتيره بتدخل المجال بناء على الترند، مش بناء على طبيعه شخصيتهم او طريقه تفكيرهم. طيب، ده بالنسبه للحاله الاولى. الحاله الثانيه، هو واحد بالفعل عارف هو عاوز ايه بالظبط، وهنا اليوزر بدون اي مشكله يقدر يدخل بشكل دايركت على المسار بتاعه. هو عايز مثلا بن تيستنج، هيدخل مثلا على البن تيستنج. لو انت مثلا دلوقتي عايز تذاكر اي جي بي تي، سكيورتي بلس، بي ان بي تي، او اي شهاده ثانيه، فالمنصه هترتب لك ورديات مرتبطه بالمفاهيم اللي انت بتذاكرها، بحيث نحول الدراسه النظريه لتطبيق عمل. وهنا في فرق ضخم، لان كتير من الناس هي بتخلص كورسات كامله، ولكن اول انت ما تتحط في موقف مثلا رياليستيك او موقف حقيقي جوه انفايرمنت، ما بتعرفش تربط المعلومات ببعضها. فشفت زيرو احنا بنحاول نربط لك الكلام ده بحيث ننهانس او نطور العقليه بتاعتك. اما الجزء الثالث وده مهم برضو، اللي هو واحد ذاكر هو عايز يستعد لوظيفه محدده. يعني بدل ما تقول والله انا عايز اتعلم سايبر سيكيورتي وخلاص، لا، انت هنا بتقول انا عايز ابقى سوك اناليست او مثلا كلاود سيكيورتي اناليست او بنتريشن تيستر. فالمنصه هنا هتدي لك زي خريطه تدريب كامله بتعمل سيميليشن او بتحاكي المهارات المطلوبه فعلا للوظيفه دي، وده بيخلي التدريب اقرب لسوق العمل الواقعي طبعا، بدل ما تقعد تمشي بشكل عشوائي. من الحاجات برضو الذكيه اللي احنا عملناها هنا الا وهي ان المنصه يعني ايه، بتدي لك ريسورسز اضافيه تساعدك انت كشخص تختار التخصصات، المسارات، المصادر المناسبه. يعني مش مجرد تاسكات وخلاص، لا، في كمان جايدنس او في زي جايد لاين او رود ماب مستمره اثناء الرحله بتاعتك في التعلم. طيب، خلينا كده مثلا نيجي ندي مثال على لو جينا مثلا هنا على البنتريشن تيستر، هاجي هنا على اختبار الاختراق، نيجي مثلا نحاول ان احنا نحل تيكت معينه. طيب، دي مثلا التيكت اللي عليها الدور، هو هتلاقيه مدي لك الوقت 20 دقيقة مثلا، الوقت تلت ساعة، وهتلاقي هنا مدي لك ده رقم التيكت وهكذا. ماشي. طيب، هتلاقيه هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا في المهمة دي ركز على اكتشاف الثغرات الشائعة في الويب ابلكيشن زي مثلا الاكس اس اس والسيكوال انجكشن باستخدام ادوات زي البيرب سويت والتعرف على اساسيات الواسب توب 10. بيقول لك هنا ايه بقى؟ لو احنا جينا عملنا زوم مثلا هنا، دي هنا الواف لوجز. الواف لوجز هنا قال لك سسبيشيس موديل ادمن لوجن اتم، يعني في محاوله رصد اتعمل لها ديتكشن لحد بيحاول يعني ياخد ان اوثرايزد اكسس للادمن داشبورد باستخدام انبوتس ماليشيوس. يعني حد بيحاول يعمل انجكشن
لسيكوال مثلا بيلودز عشان يبتدي يعمل اوثنتيكيشن باي باس. ماشي. طيب بيقول لك هنا ايه، افهم التذكره والاصل المتاثر، يعني الحاجه اللي اتاثرت قبل ما تفحص الادله. لو انت جيت هنا تلاقي مثلا هنا بيقول لك الادله اهو. ماشي. هتلاقي هنا ده الريكورد او دي هنا اللوجز بتاعت الويب، ده هنا السورس اي بي، يعني الراجل اللي بيحاول يعمل البيلودز ده جاي من اليوزر ايجنت مثلا ويندوز 10 مثلا، ومدي لك هنا الريكوست يو ار ال، وبالفعل هنا رايح على الدومين على الاند بوينت دي، وهنا البوست داتا يعني البيلودز اللي اتبعتت هي اليوزر نيم اور 1 ايكوال 1. ده هنا سيكوال بيلود تقدر من خلاله لو انت كتبته تبقى بس الاوثنتيكيشن ميكانيزم، والباسورد هنا والرول ترياج هنا سيكوال انجكشن التمب موديل لوجن. طيب ليه ده مهم؟ لان ده هنا مديلك زي مقتطف، التقرير ده بيدي لك زي سياق مهني، ومدي لك هنا ده سجل النيجينكس اكسس اللي هو استجابه السيرفر استجاب بايه بالظبط. مدي لك هنا كمان الاوديتنج يعني فشل المصادقه، وبيقول لك هنا مثلا ايه بيدي لك هنا زي ارشادات اضافيه للتفكير. بيقول لك هنا مثلا اقرا او ابتدي ان انت تقرا الهدف بتاع المهمه، راجع الادله وحدد ايه اللي هياكد وايه هو اللي مجرد افتراض، يعني حدد الترو بوزيتيف والفولس بوزيتيف وتفكر قبل القرار. يعني قول مثلا ايه الاسيتس اللي اتاثرت، هل الدليل ده بيثبت مثلا ان في ريسك فعلا او ثريت ولا لا، هل في مثلا سنسيتيف داتا، كل الكلام ده. ماشي. طب لو انت ما انتش فاهم تبدا منين، هتلاقي هنا برضو بيقول لك افهم الموقف، في اسئله بتساعدك، وهنا ده التمبلت بتاع الملاحظات. هتلاقي هنا بيقول لك ايه قرارك انت كواحد بتاع اناليست بقى. يعني ايه كواحد بتاع اناليست؟ يعني انت دلوقتي بناء على اللي انت شفته ده هتبتدي تصنف الكلام ده ازاي. يعني انت دلوقتي لو انت مثلا رصدت عمليه اوثنتيكيشن باي باس، حد بيحاول ياخد ان اوثورايزد اكسس، بيقول لك ان ايه انت هتختار التصنيف بتاعك الاقرب للادله المتاحه. خلي بالك انت هنا مش بتمشي على السنس بتاعك، لا انت في عندك ادله 1+1=2، انا عندي كذا هاخد رد فعل كذا، غير كده لا ما ينفعش. فانت هنا بناء على الادله المتاحه دي ايه الاجراءات الاكثر ملائمه عشان تعالج الالرت ده. بيقول لك هنا مثلا هل هتعمل بلوك او هتحظر العنوان او السورس اي بي من الفاير وول وتكريت مثلا تيكتس عشان تعمل انترنال انفستيجيشن، هتفعل الوضع بتاع الصيانه مثلا. يعني هنفترض دلوقتي ان انت مثلا رصدت المحاوله دي، فانت يعني انت ايه هتعمل زي الصيانه للمنصه بالكامل، ولا هتعزل السيرفر اللي متاثر، ولا هتعمل فاليديشن او التحقق من نقط الضعف في الابليكيشن عشان تعرف هل الثغره دي فعلا قابله للاستغلال وتبتدي يعني ايه تحدث الواف ولا لا. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي رصدت ان حد بيحاول ياخد ان اوثرايزد اكسس، فانت هتشوف هل انت فعلا هتروح تشوف الثغره دي تعمل لها زي ايه، يعني انت اللي تعمل لها تيستنج تشوف هل فعلا لو حد حاول يستغلها هينجح ولا لا. طب لو لقيت حد هيحاول يستغلها، فانت هتروح تحدث الواف او الويب ابلكيشن فاير وول رولز، هتخليه ريستريكتد اكتر او معقد اكتر. فانت هنا قرارك هيكون بناء على ايه؟ انا هنا القرار هبتدي ان انا اتحقق من نقط الضعف، هبتدي ان انا فاليديت الكلام ده بنفسي. انا بيقول لك هنا ايه اكتب الملاحظات بتاعتك مثلا. طب انا قبل ما اكتب ملاحظات، انا السبب اللي خلاني اختار دي هو ان انا في عندي ادله، في عندي التيمبو واضح للسيكوال انجكشن، ما فيش ايفيدنس على السكسسفول اوثنتيكيشن، يعني هو اصلا لسه ما دخلش او ما قدرش ان هو يبقى يباس الاوثنتيكيشن ميكانيزم، وما فيش انديكيتور على الكومبرومايز فعلا للسيرفر، هو اصلا ما دخلش، فبالتالي ما فيش انديكيتور. يعني الكيسز الحاليه ان انا عندي اتمب اتاك مش كونفيرم بريتش. فانا هنا دلوقتي مثلا ممكن اجي راح جاي هنا اجي راح كاتب له ايه هقول له مثلا انا لاحظت وجود محاوله، ماشي، مشتبه بها لتجاوز المصادقة، ماشي، عبر مثلا صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالمنصة، ماشي، باستخدام بيلودز مثلا سيكوال انجكشن بالشكل ده كده، والبيلود ده هو بيلود معروف ليا، ماشي، والدليل الأساسي، ماشي، اعتمد على تسجيل السجلات الخاصة بالواف اللي هو الويب ابلكيشن فاير وول، ماشي، الذي أظهر اوكي استخدام البيلود التالي داخل حقل اسم المستخدم، اسم المستخدم، ماشي، وحدد له هنا البيلود مثلا اللي هو اور، ماشي 1، خليني كده ايه اقول له هنا اور، ماشي 1 ايكوال 1. هو طبعا طب خليني كده ايه هنزل اكتبه تحت كده. انا عندي البيلود هقول له هنا اور
طيب ما احنا ممكن نعمل ايه؟ اقول له هنا اور 1 equal 1. اوكي، ماينس ماينس بالشكل ده كده. ماشي. طيب وهقول له مثلا هنا بعدها آه كما تم تفعيل الرولز او القاعده اللي هي سيكوال انجكشن اتم موديل او موديل لوجن. ماشي. هكتبها له هنا ايه؟ سيكوال انجكشن. اوكي. هقول له هنا ايه؟ موديل بالشكل ده كده. يس. وهبتدي اقول له هنا لوجن بالشكل ده كده. ماشي. وهبتدي بعدها اقول له بالاضافه الى ذلك. ماشي. اظهر سجل النيجينكس. نيجينكس بالشكل ده كده. اوكي. ان السيرفر او ان الخادم هو استجاب بطلب البوست ده. ان السيرفر استجاب. اوكي. هقول له هنا ايه؟ استجاب بطلب بوست بالستاتس كود اللي كانت بحالة 200. اوكي. 200 اوكي هنا، دي هنا معناها ان انت ترو. ماشي. ولكن هذا لا يؤكد. اوكي. هقول له هنا ايه؟ لا يؤكد النجاح. اوكي. وانما فقط يؤكد ان الطلب تم التعامل معه من التطبيق. يعني في ريكوست اتبعت والسيرفر رد. مثلا ممكن اجي رايح بقى مزود جاي له ايه؟ جاي له مثلا والله سجل الايه؟ سجل مثلا الموديل اوديت اوضح بشكل مباشر ان ده يوزر لوجن فيلد. ماشي. وبعد كده ممكن اقول له مثلا والله ايه؟ ادي له الاقتراح بتاعي كاجراءات اوليه. يعني اقول له مثلا اقترح اجراء اولي ينص على مثلا التحقق من قابليه استغلال الثغرة اللي هي سيكوال انجكشن داخل بيئة اختبار آمنة. مثلا ممكن أقول له مراجعة نسخة الموديل. أوكي. خليني كده إيه؟ أقول له هنا الموديل بالشكل ده كده. خليني كده إيه؟ طيب. يس. لا، المفروض هنا والإضافات اللي هي الاكستنشنز المستخدمة. ماشي. والتأكد من إن هي على آخر تحديثات من تحديثها، لأن ممكن مثلا يكون في نسخة أو فيرجن قديم مش معمول له باتشت فيكون vulnerable. ممكن أقول له برضو تحديث قواعد الواف اللي هو الويب ابلكيشن فاير وول. ده اللي بيديتكت أي أتاك ماليشيوس. ماشي. وأقول له مثلا إبلاغ. هبتدي ان انا ابلغ الفريق بتاع التطوير، الناس اللي هم بتوع الديفلوبمنت بالشكل ده كده، لمراجعة لمراجعة الانبوت. اقول له هنا ايه؟ الانبوت فاليديشن. ماشي. ميكانيزم. وبعد كده مثلا واليات معالجة الاستعلامات بالشكل ده كده. بعد كده مثلا ممكن اقول له برضو كاقتراح، اقول له مراقبة مثلا ايه؟ اي محاولات مشتبه بها او اي حالات مشابهة من نفس الاي بي اللي هو السورس اي بي اللي اتعمل له ديتكشن، او من عناوين اخرى. برضو ممكن تزود على كده ان انا ايه؟ احتاج برضو ان انا ايه؟ اتحقق او ابتدي ان انا افاليديت هل في مثلا محاولات تسجيل دخول نجحت من بعد الايفنت ده ولا لا. اراجع السجلات بتاعت الاوثنتيكيشن. فهمتني؟ فانا هنا دلوقتي دي هنا الاقتراحات اللي انا قلتها بناء على التفاصيل اللي عندي هنا. ما جاوبتش بناء على مشاعري، او ما جاوبتش بناء على السنس بتاعي، ما جاوبتش اجتهادي مني. انا عندي انبوتس، انا عندي داتا، عندي ادله، بناء عليها باخد القرارات بتاعتي. يبقى انا هنا استبعدت الخيار بتاع عزل السيرفر ده لاكتر من سبب. وكمان انا اصلا يعني كمان استبعدت بتاع وضع الصيانه، لان الادله الحاليه ما بتقوليش ان في اختراق ناجح. ما حدش عمل سكسسفول لوجين. فهمتني؟ وبرده موضوع حظر الاي بي او السورس اي بي ده مش هيكون كافي، لان ممكن عادي يروح اعمل بروكسي يغير الاي بي بتاعه في ثانيه واحده. فالاهم حاليا هو ان انا اتاكد هل في فعلا ثغره حد يقدر يستغلها ولا لا. جميل كده. جميل. وبعد كده
بيقول لك هنا قبل ما تبعت بعد ما تبعت يعني الداتا بتاعتك، او بعد ما تبعت الكومنت بتاعك، لازم يكون عندك هنا الدليل اللي انت اعتمدت عليه، سبب القرار، الاجراء الاولي، ايه اللي احنا هنحتاجه عشان نتحقق بشكل اضافي. بعد كده تاكيد التصنيف بتاعك. قال لك هنا ايه؟ السينيور بيراجع الادله. بيقول لك هنا ايه؟ ماشي، خلينا كده منتظرين. قال لي هنا تم حفظ القرار بتاعك والملاحظات. اوكي، هيبتدي هنا ان هو المحلل الخبير ده بيراجع الادله والسياق، وبيتم اعداد التوجيه النهائي. ماشي. وبيقول لك هنا الحاله بتاعتك اهوت، خلينا كده ايه منتظرين. قال لي هنا ما لاحظته بشكل صحيح. ماشي. المخاطر المرتبطة بقرارك، مفيش مخاطر جوهرية في قرارك، اخترت النهج الأمثل. ماشي. ما الذي سيفعله لو حد مثلا اكسبرت هيبتدأ هيتبع نفس المنهج اللي أنا مشيت عليه بالظبط. ماشي. جودة الملاحظات بتاعتك اهيت، انت فعلا استخدمت، قال لي هنا تحليل ممتاز بيربط الأدلة الفنية بقرار استباقي متوازن بيعالج الثغرة دون تعطيل الخدمة. وضوح الكتابة. استخدام الأدلة، مدي لي هنا سكور، يعني الكتابة بتاعتك مفهومة ومنظمة بنسبة 88%. استخدمت الأدلة بنسبة 95، منطق القرار بتاعك بنسبة 93، قابلية التنفيذ 96. فهمتني كده؟ لو انت بقى عايز تحمل دراسه الحاله بتاعتك دي، تقدر ان انت تحملها بشكل PDF، وتبتدي ان انت ايه، يعني تعمل لها اناليسيز انت مع نفسك. طبعا لو انت عايز بقى تشارك الكلام ده مثلا على تويتر او على لينكد ان، على واتساب، كل الكلام ده تبتدي ان انت ايه تنشره عادي، مفيش اي مشكله. وطبعا لو انت عندك اي اقتراح او كده، ممكن تفتح الشات بوت ده وتبتدي ان انت تبعت لنا اي اقتراحاتك. اكيد اكيد طبعا هنكون مرحبين بيها، وهنبتدي ان احنا نحطها ان شاء الله في البلان بتاعتنا. يبقى احنا كده شرحنا كل ما يخص منصة شيفت زيرو، تقدر ان انت تبدأ عليها بدون اي مشكلة. طب كده انا خلصت المحاضرة التعريفية، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات قادمة. السلام عليكم.